بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير، صباح الحب والياسمين والورود غالياتي، متتبعاتي الوفيات. وصفتنا اليوم إن شاء الله حنشارك معاكم كريمة الكوفريت اللي تحشيو بها لي صابلي تاعكم ولا حلويات العيد تاعكم. وهذه الكريمة تجي بزاف بنينة، والحاجة المليحة لي فيها انها اقتصادية بمكونات بسيطة بصح بنتها بنة. قبل ما نبداو في الوصفة تاعنا نصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنساوليش هذاك الجيم يا الغاليات والتعليق في الشباب كيما نتوما يا الشابات. اللي راهي تشوف لي أول مرة في القناة نقول لك مرحبا بك، ديري اشتراك وفعلي الجرس باش يوصل كل ما هو جديد إن شاء الله. ونروحوا نبداو في الوصفة تاعنا، نقولوا بسم الله على بركة الله. أول حاجة يا البنات عندي الكوفريت كيما راكم تشوفوا. عندي هذاك الكوفريت اللي يتباع ربع باكيات ب10,000. نتوما أي نوعية تاع كوفريت بغيتو تستعملوها استعملوها، يعني بغيتو تستعملوا بذوق الشوكولا ولا الفراز ولا القارص يا البنات، يعني على حساب الصاب اللي رايحين تخدموه. لهنا الذوق تاع الكريمة راهو يتبع الوصفة تاع الصاب اللي هي الغاليات. أنا اليوم حنشاركها معاكم بذوق الشوكولا، ورايحة نعطي لكم البدائل، يعني اللي بغات دير الصابلي تاعها بذوق الكراميل ولا يعني بذوق القارص ولا الفراز. اقعدوا معايا نعطي لكم كامل البدائل والمقادير. كما راكم تشوفوا يا البنات عندي لهنا زوج باكيات تاع كوفرات. حندير يعني كميه قليله ورايحه ندير الصابلي تاع الشوكولا، ومام العجينه تاعو يكون فيها الكوفريت هكا باش يجي بزاف بنين، يجي فيه ذوق الكوفريت بسم الله ما شاء الله. وباذن الرحمن حنشارك معكم هاليومين الوصفه تاع الصابلي ونلصقوا بها الكريمه اللي خدمتها معاكم. نحط زوج باكيات تاع كوفريت كما راكم تشوفوا البنات، ونبدا نرحي فيه حتى يعني يترحى معايا مليح. وبعد ما نرحيه مليح مليح كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها يا البنات، يعني نديروا له الذرة ولا زوج، تقدروا البنات ترحيوه بالاشوار ولا بهذاك الطاس ولا في اي رحاية عندكم. المهم يترحى بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. ومن بعد نزيد نحط عليه مغرف كبيرة تاع الزبدة. شوفوا يا الغاليات اللي هنا الزبدة تبقى على حساب الكفريت اللي خدمتوا به. لكان خدمتوا بهذاك الكفريت يعني اللي معمر كريمة رايحين ديروا الزبدة اقل. ولا كان خدمته بالتاعي يعني ديروا مغرف كبيرة بومبي ولا زوج، يعني حتى نحطوا الزبدة حتى تتحصلوا على الكريمة تاعكم ما تجي يعني شادة روحها بزاف، ما تجي مطلوقة برك تشوفوا معايا القوام اللي نتحصلوا عليه في الأخير. حطيت مغرف كبيرة معمرة بومبي تاع الزبدة ونبقى نرحي بهذه الطريقة. شوفوا لهنا يعني الأشوار يعني رايح يتعبكم شوية، بما أنه حطيت يعني الكفريت حاجة قليلة. تبقاو ترحيو يعني لمدة 10 دقايق باش يعني تتحصلوا على الكريمة تاعكم بهذه الطريقة. ومن بعد نزيد نحط مغرف كبيرة تاع تويسكو، هذا الشيكولا تاع الغبرة اللي رايحة تزيد لنا بنة على بنة في الكريمة تاعنا. واللي ما عندهاش يعني هذا الشوكولا تاع الغبرة تقدري ديري زوج مغارف كبار تاع سكر ناعم، ولا ديري مغرف كبيرة تاع شوكولا للطلا، يعني تقدري تلعبي في الوصفة كما بغيتي. انا نحط مغرف كبيره تاع حليب كما راكم تشوفوا، ونزيد نخلط فيها المرحله مليح مليح حتى نتحصل على القوام المطلوب تاع الكريمه. شوفوا يا الغاليات يعني اللي بغات تبدل الذوق تقدري ديريها بذوق الليمون وبذوق الفراز. لا درتيها بذوق الليمون عوض انك تحطي الحليب حطي القارص عصير ليمون مغرف كبيره، وديري كوفريت تاع القارص، وديري سكر ناعم والزبده. هذو هما المكونات اللي نديروهم في الوصفة تاع القارص وفي تاع الفراز يا البنات. ولا درتيها بذوق الفراز حطي كفرة تاع فراز مع سكر ناعم ومع الزبدة، وزيدي حطي الحليب بذوق الفراز. لا عندك يا الغالية لا ما عندكش ديري حليب عادي وميكسي بيا حتى تتحصلي على القوام المطلوب واللي راكي تشوفي فيه معايا. شوفوا هذيك الكريمة كيفاه جات بسم الله ما شاء الله. شوفوا وتزيد تعطي لكم واحد البنة في لي صابلي تاعكم، صدقوني ما عندي ما نقول، بنتها روعة روعة روعة. شوفوا البنات بعد ما خدمت الكريمه تاعي نجيب طبسي ونهبط هذيك الكريمه كامل باش تشوفوا معايا القوام يعني اللي تحصلت عليه. وكما راكم تشوفوا يا الغاليات الوصفه تاعي في شكلها النهائي جات بسم الله ما شاء الله. شوفوا بنتها ما عندي ما نقول، تجي بنينه بزاف وتعطينا بنه هايله في لي صابلي تاعنا. كريمه بكريمه الكفريت بذوق الشوكولا اللي تجي فيها واحد القرمشه فاني ما عندي ما نقول لكم يا البنات كل اللي لصقتوا لي صابلي تاعكم
بكريمة الكرانشي. يعني هالوصفة خبوها بين عينيكم، تحتاجوها في أي مناسبة، يعني غير ماهيش غير في مناسبة العيد. شوفوا البنات، بما أنه كنت مريضة صدقوني ما شاركت معكم حتى وصفة، سمحوا لي بزاف. هم كاينين الأيام يعني والعوام، المهم تكون عندنا طولة العمر والصحة والهنايا البنات. ونكملوا مع بعضنا. بركة وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم صحة فطوركم وتهلاو لي في رواحتكم، والسلام عليكم في وصفة أخرى إن شاء الله.